السلام عليكم ورحمة الله حبايب قلبي، يا رب تكونوا بصحة وخير. النهاردة هنعمل مع بعض أكلة من أكلات الزمن الجميل، أكلات أمهاتنا وجداتنا، الأكلات اللي تفتح النفس كده وناكل منها ونشبع وتكون موفرة وما تكلفناش كتير مع غلاء الأسعار اللي احنا فيه. حبايب قلبي سموا الله وصلوا على الرسول، ويلا نبدأ في الوصفة بتاعتنا على طول. بسم الله هنبدأ الفيديو بتاعنا. وهنا معايا حلة على النار، هحط لها معلقة من السمنة أو الزبدة، وعليها كمان معلقتين كبار من الزيت. اول ما السمنه والزيت يسخنوا هنزل عليهم ببصلايه كبيره متقطعه مكعبات صغيره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنشوح البصله لحد ما تدبل، انا عايزاها تدبل ما تحمرش، يعني لونها يصفر كده ويكون لونها ذهبي تمام لحد ما توصل للون ده. اول ما البصله تدبل وتوصل للون ده هنضيف لها معلقه كبيره كده مليانه من الصلصه او معجون الطماطم، ونقلبها مع البصله لحد ما تتشوح وريحه الصلصه تخرج لنا كده وتبان. بعد كده هضيف عليها كوباية من عصير الطماطم، وكمان هضيف لها كوباية الا ربع من المية، وهنقلبهم مع بعض كده كويس. وهنحط لها مكعب من المرقة، وطبعا ده اختياري بس بيفرق في الطعم وبيديلها طعم حلو قوي. ونغطي الحلة ونسيب الطماطم تتسبك. يعني ايه؟ يعني الطماطم تقصر كده وتقل وما يبقاش فيها مية كتير. هنا بعد ما الطماطم اتسبكت وما عادش فيها ميه كتير، بصوا الطماطم صفيت خالص وبقت بالشكل ده. هنتبلها بقى بربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود، نص معلقه صغيره من الكركم، حبه شطه صغيرين خالص ربع معلقه كده، وده اختياري، اللي بيحب الحاجه سبايسي يحطها، مش عايزه بلاش. وكمان هحط لها نص معلقه صغيره من السبع بهارات. وفي الاخر كده هنملحها بمعلقه ونص صغيره من الملح، علشان انا حاطه مكعب مرقه. لو انتي محطتيش المرقه ممكن تكتري الملح شويه. هنقلب بقى الصلصه اللي معانا دي كده مع التوابل كويس جدا لحد ما يمتزجوا في بعض. وبعد كده انا مقطعه نص كيلو من البطاطس مكعبات صغيره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هننزل كده بالبطاطس على الصلصه ونقلبهم مع بعض كويس عشان البطاطس تشرب الصلصه ويكون طعمها حلو كده. تمام، انا قلبت البطاطس مع الصلصه كويس. هنغطيها ونسيبها دقيقتين 3 البطاطس تاخد نص سوا وكمان تشرب كويس جدا من الصلصه. هنا بعد ما فات حوالي 3 أو 4 دقايق البطاطس غليت مع الصلصه كويس وشربت من الصلصه. هنا مجهزه 3 كوبايات من الرز المصري بتاعنا العادي، وغسلتهم كده وصفتهم، وهضيفهم على البطاطس والصلصه اللي معايا في الحل. نقلب بقى البطاطس مع الرز كويس لحد ما نشرب كل المكونات اللي معانا في الحله كلها كده من بعضها. شمي احلى ريحه بقى، ريحه رز بالبطاطس او كشري بطاطس تحفه. اكله كده تفتح النفس وتخلينا كده يعني ايه ناكل كده ونشبع. هنضيف الميه بقى للرز. طبعا معروف ان كل كوبايه رز مصري بيضاف لها كوبايه من الميه، فانا هنا معايا 3 كوبايات من الرز، ضفت لهم 3 كوبايات من الميه. نقلب كل المكونات اللي معانا دي كويس ونغطي الحله. واول ما الرز يبدا يغلي ويتشرب حاجه بسيطه كده نهدي عليه خالص زي الشمعة ونسيبه يستوي براحته مع البطاطس زي ما بنسوي اي رز. ونخلي بالنا علشان الرز فيه صلصه، الصلصه بتشيط بسرعه يا جماعه، نخلي بالنا منها. طبعا الوصفه دي مش هقدم معاها غير شويه ترشي بلدي كده وشويه زيتون من اللي انا كنت عاملاهم معاكم في القناه، وعملت كام بيضايه كده وحركتهم في السمنه البلدي، ورشيت عليهم شويه ملح وفلفل. نبدا بقى نغرف الرز بتاعنا وشموا بقى احلى ريحه واطعم اكل، الاكل الشعبي بتاعنا الجميل اللي يفتح النفس كده وناكل منه واحنا مبسوطين كده وشبعانين. حاجه كده تفتح النفس يا جماعه وتدفي الولاد في الشتاء، وفي نفس الوقت مش هتكلفنا كتير. طبعا وصفه سهله وبسيطه. لو عايزه تعدي اي يوم من الايام كده من غير لا لحمه ولا فراخ ولا سمك ولا تكلفي نفسك، اعملي الاكله دي والف هنا وشفا عليكم يا حبايبي، ونحمد ربنا. وحاجه كده جميله. الفيديو بتاعي خلاص خلص. اللي افتكر الوصفة كده من ايام زمان وقال ايوه كانت امي بتعملها لنا وبناكلها وبنشبع كده ونفرح، يكتب لي في التعليقات. واشوفكم يا رب على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.